مالك يا نجم؟ إيه اللي مزعلك؟ مفيش يا عم، الواحد مش عارف يعمل ايه مع الناس عشان يرضيهم. بص يا ابني، اللي هياخد على كلام الناس هيتعب، ومفيش غير وجع الدماغ، فكبر دماغك. عارف يا عم، انا شفت واحد غلبان قررت اساعده. حلو كده، جميل جدا، ربنا يعوض تعبك. تعرف ان هو خلاني ندمت ان انا ساعدته ليه بس كده يا ابني؟ هو عمل ايه الراجل ده؟ بص يا عم، كل ما اقعد اتكلم معاه مفيش معاه غير ان هو يجيب في سيره الناس، ويقعد يقول لك ده معاه فلوس وده ما معاهش، ومفيش غير الوش وجع القلب من وراه. عادي يا غزال، ما في ناس كتير زيه كده، مفيش غير فلان راح وفلان جه. المشكلة يا عم ان هو بيكره اي حد معاه فلوس، وبيحسسك ان الناس دي خدت رزقه، وهم السبب ان هو قاعد لغاية دلوقتي فقير ومعهوش فلوس. طب ليه يا عم الفقير ما سألش نفسه في مرة الغني ده جاب الفلوس منين؟ ازاي تعب وشرب المر عشان خاطر يعمل له حتة بيت يسكن فيها؟ اغلب الناس يا عمي مالهمش غير الظاهر، بس ما شافوش التعب اللي بيتعبوه. طب ليه هو بدل ما يحقد في الناس ما يتعبش ويجتهد، واكيد في يوم من الايام ربنا هيكرمه؟ بص يا غزال، الانسان ده مش فقير، ده حقود، مش معاه غير ان هو يحقد ويحسد في الناس. عارف ليه؟ عشان انسان فاشل، هو معرفش اصلا يعمل حاجة، فشايف ان كل الناس حرامية. الفقر مش عيب، العيب ان انا احسد غيري. نصيحة لكل واحد، بص على غيرك بس ما تحسدوش ولا تحقد عليه، غير منه وحاول تعمل زيه، لان الحاقد عمره ما هيتقدم ولا خطوة. واوعى تندم يا ولدي في يوم من الايام على فعل الخير.